يهنيها ويفرحها. كانت بتغير طقم الحمام، فقالت ايه انا عايزه ابيعه. فاحنا قلنا لها ايه ولا عايزينها؟ قالت لا خدوه خدوه حطوه عندكم. خلاص جبناه، وعند الحمام القعده والحوض مش حلوين، فقلت اغسلهم وعليهم على الفشه كده، قلت اغسلهم واركبهم مكان الايه القعده والحوض. فناس تقول لي اغسلي بالبطاس، عايزاهم ينضفوا. هم نضاف بس كانوا مستعملين طبعا، عايزه اغسلهم حلو. فقالوا في ناس تقول بالبطاس، في ناس تقول ايه بالمية نار عشان ينضفوا. فقلت اجربهم كده بايه بخلطة، احط شوية كرو وشوية تريان واغسلهم بالسلك، اشوف هينضفوا ولا مش هينضفوا. اليه يسعدها ويكمل لها على خير ويفرحها يا رب. قلت بدل ما اقول لي عيالي على حاجات جديده، ليه عيال الله يعينهم ويقوم الحاجه غلا والحاجه راحت نار، والله يقوم على عيالهم، مش عايزه اتقل عليهم. وانا شايفه بعيني كل حاجه راحت مولعه، قلت انضف واركبه لينا وكده. جيت حاطه شويه كروب وشويه اريال، جيت ايه الحوض اهو، الحاجه عايزه تغسل الحوض بحنفيته، ولا قاعده اهيت. احلى حاجه فيهم عايزه احلى حاجه فيهم ان فيهم ازرق زي الحمام، فيهم ازرق زي الايه الحمام، جمال جمال. جيت بقى مدوره الايه، جيت غسله، قلت يا ترى هينضفوا معايا ولا مش هينضفوا. جيت غسله بقى العمود اهو، شوفوا ادي غسلت العمود وده اهي، شوفوا غسلت الزن ونضف. كنت بقول يمكن ما ينضفش. الصندوق بتاع القعده حتى اللي الدش مديهن، الدش اهو، الدش اهو مديهن هيتركب لسه، والخرطوم بتاعه تغسله برضه وتغسله. والحنفية الدش دي معمولة، انا عاملاها في ايه، عاملاها بتنزل ميه مخرومه، حاطه لها كيسه، حاطه لها كيسه هنا مخرومه بتطلع ميه، فربطتها الكيسه عشان الكيسه ما بتطلعش ميه على ايه اما الميه بتخر منه ما بيطلعش ميه خالص في الدش. حتى بحط الدش بتاع العلاجة مقطوعة، فبنغسله بقى قوي كده ايه. ادت لنا الطقم الدش ده هو بالدش ده هو، الحنفية دي الخلاط بتاع الدش ادتهولنا مع بعض، ربنا يكرم. السخان بقى جبناه مستعمل جينا ايه لحموه مرة، اما لحموه جه خرر تاني كانوا مستعمل وملزقينه لزق وحش وبخر ميه من الصدى ده بيخر ميه، خر على القعده. فقلنا نخلعوها علشان في ميه مخزنه، يخلعوه ويربطوه لما ايه نبيعوه بقى ولا نشحتوه لحد يبيعوا كده خرده، نجيبوا لنا واحد جديد. يقول لا ده انا هجيب واحد مستعمل، قلت له ما تجيبش مستعمل تاني، لا مستعمل تاني هيعمل، المستعمل تاني ممكن يكهرمنا ممكن كده، خلاص ما عادش ينفع دنجم. عمل على قاعده اهي، صفر وقعدت ادعك فيه، القعده مش حلوه خالص خالص، صفرة ومش حلوه خالص، الصفر ده مش راضي يروح، مش حلو. والحين عشان كان معمول له حنفيه عاديه بغسله على طول، والحنفيات صدت تحت، المواسير صدت وكده وحش، قلت ادعك دول